كل سنة وانتم طيبين. خلاص يمكن بإذن الله نتسحر يوم الأربع، فرحت لأمي عند الفرن الطين، عملنا بقى شوية رقاق فلاحي من اللي يستاهلوا بوجكم عشان السحور. ايه رأيكم؟ قلنا بقى ايه هنعمله طيات طيات كده، كل 3 4 5 رقاقات في كيسه، الوش للوش والظهر للظهر، عشان خاطر السحور. وكل سنة وانتم طيبين. جبت كيلو اكياس، فرط عليا الدنيا وما فيها اكياس. عجينة الرقاق دي بتبقى مكونة من ايه؟ دقيق ولبن وسمنة بس. ايه، دقيق ولبن وسمنة وخميرة؟ لا خميرة لا، الرقاق ما بيعوزش خميرة عشان خاطر ما يتكسرش مننا. كل 3 4 رقاقات مع بعض بحيث ايه نطلع على قد الايه السحر. وبيغلبنا يا ماما لما نيجي نفكه تاني. لا ما هو انتوا لو صبرتوا عليه، لو صبرتوا عليه مش هيغلبكم. انما كل سنة وانتوا طيبين. دي بعض التجهيزات بقى عشان خاطر السحور. كل سنة وانتوا طيبين. النهارده عملنا الرقاق، ربنا يخليها لي امي يا رب، والله ما خلتني اتعب ولا خلتني اتعفر يا رب. كل من كان له ما ينحرم منها، ويرحم والدي رحمة واسعة يا رب، ويجعل رمضانه في الجنة اسعد يا رب، هو وكل اموات المسلمين. قلت بقى اطلع اعبي الرقاق بتاع السحور معاكم واعرفكم طريقة عمله. ده يعتبر مثلا 5 كيلو دقيق لنص كيلو سمنة لكيلو ونص لبن. وبتدوبي الدقيق في اللبن ماشي، وبتحطي الملح وتبتدي تدوبي الدقيق في اللبن وتلتي وتعجني وتلتي وتعجني وتعجني وتلتي. وبعد كده بتروحي ضايفه السمنه. بعد كده بتروحي ضايفه السمنه وتفضلي تلتي برضو في العجين لغايه العجين ما يتشرب. وخدوا بالكم ده الرقاق الفلاحي، في بقى ايه رقاق الصاجة وفي الكريب والكلام الفاضي ده احنا بنعمله برضه وشطار فيه، بس من فجأة دي متاهي يا شباب. قولوا لي بقى الرقاق عندكم بيبقى بالحجم ده؟ الرقاق عندكم بيبقى بالحجم ده ولا في الفلاحين بس؟ وبتفضلوا تاكلوه بايه؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيدوا عليكم الايام بخير، ودايما يا رب في صحه وسعاده وهنا باولادكم، وربنا يجعله رمضان سعيد. انا قلت اطلع ادردش معاكم، والنبي اللي ملوش حاله يقوم، يعني اللي في ظروف زي دي